بحري ولا قبلي؟ في البدايه خليني اقول لك اتجاهات الشمس والهواء اوقاتهم ايه. هنقسمها من الصبح، من الساعه 6 الصبح. لو شقتي اتجاهها شرقي يعني شقتي اتجاهها او وجهتها ناحيه شروق الشمس، يعني الشمس هتخش لي من الساعه 6 للساعه 9:30 10، ودي افضل درجات اشعه الشمس المفيده لجسم الانسان. بعد كده من الساعه 11 للساعه 2 ده الاتجاه القبلي، وطبعا ده بيكون اعلى درجه حراره وبتكون الشمس في ذروه ارتفاعها. بنيجي بعد كده من الساعه 2 للساعه 4 وده الاتجاه الغربي، بتكون برضو اشعه الشمس مفيده لجسم الانسان. بعد كده الاتجاه البحري من الساعه 4 لحد الغروب، وده بيكون الشمس تقريبا مش بتخش عندي، لكن بيكون الهواء بتاعنا لطيف جدا جدا. دي اتجاهات الشمس والهواء. انا هشوف احتياجي ايه، انا عايز انهي حاجه في دول وهختار. لو هتسالني هقول لك افضل اتجاه البحري الشرقي. انا كده جمعت بين الشمس ساعه الصبحيه اللي هي افضل درجات شمس مفيده لجسم الانسان، زائد الهواء البحري اللطيف اللي احنا كلنا بنحتاجه. وانت بقى قول لي رايك، قبلي ولا بحري؟ ولو قدامك اكتر من فرصه عقاريه ومتردد ومش عارف تاخد قرارك كلمني وانا هساعدك انك تختار صح. انا محمود جمال، وعشان تعرف كل تفاصيل السوق العقاري اعمل لي فولو.